مساء الخير. النهاردة هنعمل وجبة غدا أو عشاء صيامي سهلة خالص سريعة، طعمها حلو بدون عجن. أتمنى تجربيها. أول حاجة معايا كوباية عدس بجبة. بسخن مية على النار، هبدأ أضيفها علشان تتسلق في المية، وهبدأ أضيف نص معلقة ملح، وهبدأ كده أقلبهم مع بعض، وهبدأ أجيب غطا وأسيبهم يتسلقوا لمدة كده من 10 ل 12 دقيقة. واول ما بيتسلق بتصفيه، انا هوريكم دلوقتي، وبعد كده تصفيه وهنكمل باقي الوصفة عادي، بس يكون مصفية العدس. ببدأ كده على طول اقطع بصلة في الكبة عشان افرمها ناعم، او عايزة تعمليها على ايدك براحتك، بصلة كبيرة او بصلتين صغيرين. هبدأ اضيفهم كده، خلاص انا فرمتهم، واضيفهم في طبق فرم زي كده. لو عايزة تعملي على ايديكي براحتك. ببدأ كده العدس انا صفيته كويس في المصفى، وهبدأ اضيفه في الكبة علشان هديله فرمة. هبدأ اضيفه كده. كمان المقادير هتلاقوها في صندوق الوصف، السهم اللي تحت الفيديو بتضغطي عليه بتلاقي المقادير. بصوا فرمة خفيفة خالص كده في الكبة. وهبدأ اجيب طاسة على النار، هبدأ اضيف فيها معلقة زيت، وهبدأ اجيب البصلة اللي انا فرمتها في الكبة اضيفها كده، وهبدأ اقلبها كده لحد ما تدبل، واضيف عليها الفلفل الاخضر. انا دول 2 فلفل اخضر مقطعاهم صغير، وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. بعد كده هضيف عليهم بعد الفلفل الاخضر طماطمايه متقطعه صغير خالص مكعبات كده، وهضيف ربع معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه كزبره ناشفه، وحاجه بسيطه خالص من الشطه، وربع معلقه ملح. وهبدا اقلبهم كده. انا بملح الخضروات دي لان العدس بجيب انا مملحاه، فبملح بس الخضار. وهبدا اضيف دول فصين توم فرماهم، وهبدا اضيفهم. حشوة بجد ريحتها طالعة حلوة قوي، حاجات بسيطة موجودة في كل بيت، مطلعة نتيجة حلوة قوي. وهبدأ اضيف كده العدس بجبة زي ما انتوا شايفين، مش فرماه مخليه زي العجينة، فرم كده يكون زي ما انتوا شايفين كده، فرمة بسيطة خالص. عايزة اقول لكم كمان في وصفات في صندوق الوصف اقتصادية وسهلة جدا، ولو حابين تشوفوها فهي في صندوق الوصف، وجبات غدا او عشاء، حاجات سهلة خالص هتلاقوها في صندوق الوصف. لو ضغطتي صندوق الوصف هتلاقي وصفات في منتهى السهولة نباتية. ببدأ كده أضيف آخر العدس بجبة، وهبدأ طبعا بعد ما أضيفهم كده هقلبهم مع بعض علشان العدس بجبة ياخد من ريحة الخضروات دي. تقلبيهم كويس مع بعض كده. بجد حشوة سهلة وبسيطة وريحتها طالعة جميلة. أنا كده بتاخد معايا على النار كده، أنا النار بتكون متوسطة، هتاخد معاكي 5 دقايق بس، وهطفي عليها النار. خلاص هي كده انا هطفي النار، خلاص كده استوت. ببدأ اجيب صينية مدورة، ودي ربع زيت، ربع كوباية، وهبدأ كده دي لفة الجلاش، ببدأ افردها معايا كده، حتى لو فيها تقطيع بسيط، يعني الورق مش صحيح برضه هينفع معانا في الوصفة عادي. دهنت الصينية وهبدأ اضيف اول ورقة، وهبدأ ادهن كده اول ورقة كده. طبعا الجزء ده انا بدخله دلوقتي هوريكم، بدخله كده لجوه في الصينية. انا دخلتهم كده، وبرضو بتهن الجزء اللي انا تنيته في الورقة بتاعة الجلاش. دي تاني ورقة هضيفها، وهدهنها برضو.
طبعا انا عشان مش هطول الفيديو عليكم فهعمل نص لفة الجلاش كده في الجزء الارضي من تحت في الصينية. وطبعا هعمل بصوا باتني كده بنفس النظام هكملهم كده لحد ما اوصل للجزء اللي هحط فيه الحشوة. بصوا هكمل بقى نص لفة الجلاش كده. انا كملت ده نص لفة الجلاش، هبدأ اضيف الوصفة الحشوة. الحشوة لو حسيتي ان هي كتيرة شوية ممكن تسيبي شوية، وتبدأي ايه تفردي الحشوة كده. الحشوة دي ينفع كمان تتاكل بعيش من غير حتى ايه يعني اللي زايد منك عادي بتشيليه. وتبدأي تكملي بنفس النظام، بس لسه في حاجة من فوق يعني ايه. لسه تابعي بس الفيديو للآخر لأن احنا من فوق بنعمل عكس كده يعني. أنا بدهن كده بكمل بس من فوق هدخل الورق لجوه. أنا كده كملتهم، بس بقى دي الورقة دي والورقة التانية هدخلهم لجوه عشان يديكي شكل ايه. بصي كده شكل بصي هوريكي دلوقتي ندخلها لجوه ازاي عشان يدينا شكل الفطيرة من فوق شكلها حلو. بدخل كده الورق التاني ده لجوه، بدخله لجوه بايدك كده، تدخليه لجوه مش لبره كده اهو. وهعمل ورقة كمان هدخلها برضو لجوه، تدخلي التانية لجوه زي ما انت شايفة كده عشان طبعا يدينا ايه شكل حلو من فوق. ببدأ اقطعها بالسكينة كده قبل طبعا ايه ما اسويها بقطعها. التشريبة بتاعت الصينية دي سهلة خالص هتشوفوها دلوقتي. انا ببدأ اقطعها كده لمثلثات. دي التشريبة كوباية الا ربع مية، ببدأ اضيف فيها مكعب خضروات بس كده. وابدأ ادوب مكعب الخضروات كده في المية وهبدأ ايه اشربه بيها كده. الفرن يكون سخن دلوقتي، انا بسخن الفرن احطها على الجزء الارضي هوريكم دلوقتي، وبعد كده هرفع على الشوايه. اول ما بتستوي الاطرف برفعها على الشوايه كده تاخد لون. اول ما بشوف الاطرف احمرت زي ما انتم شايفين تسويه سهله، بس الفرن يكون سخن مسبقا. هغطيها بصينيه وهوريها لكم دلوقتي عند التقديم. اول ما بتطلع بتغطيها، وبعد كده بتبداي كده تعيدي تاني على التقطيع عشان تتخلع معاكي بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده وجبه سهله، اتمنى تجربوها.